السلام عليكم. الفيديو ديال اليوم غنهضروا فيه على مشروع باتيسري مخبزه. كيف ما كتعرفوا هذا المشروع من المشاريع المربحه واللي عليها اقبال كثير، سورتو الاقبال غادي وكيتزاد لان الناس مابقاو كيديروا حتى شي حاجه في ديورهم، كلشي كتشري من الباتيسري. الخبز اي حاجه بغيتيها كتمشي تشريها من الباتيسري، يعني من المشاريع المربحه. وفي هذا الفيديو غنعرفوا جميع التفاصيل على هذا المشروع. خليك معايا حتى التالي. اول حاجه غنهضروا عليها في هذا المشروع هو المحل التجاري اللي غدير فيه هذا الباتيسري هذا. وهنا كنأكد على الموقع ضروري في جميع المشاريع، ولكن خصوصا في الباتيسري خاصك تختار واحد البلاصه اللي هي مروجه، واحد البلاصه اللي فيها السكينه، واحد البلاصه اللي فيها الحركه بزاف باش تمشى لك المشروع ديالك. وهنا خاصك تعرف راسك اشنو باغي دير بالضبط، واش باغي دير مخبزه عاديه ولا باغي دير شي مخبزه اللي كلاس. حيت كاين فرق، كاين اللي كيقول لك غيدير غير مخبزه عاديه، مخبزه ديال الحي كيشريو من عندها غير السكان، كتكون على قد الحال والتجهيزات على قد الحال، وحتى التكلفه ديال المشروع حتى هي كتكون على قد الحال بالمقارنه مع داك المخبزات اللي كتلقاهم كلاس وطايحين بملايين كتار. يعني انت اللي خاصك تقرر، والقرار خاصك تبنيه على حساب راس المال اللي عندك. وبالنسبه للمساحه ديال المحل، من الاحسن يكون محل كبير من 100 متر والفوق، لان غادي تكون مقسم لجوج ديال لي بارتي فين غادي تبيع فيها الكليان، وبارتي اللي غادي تكون فيها لا برودكسيون. وكاينين احسن حاجه هي تكون تلقى شي محل فيه لاكاف ولا فيه لاكاف وتكون فيه السده. يعني كل ما كان المحل كبير كل ما غادي يعاونك وغادي تخدم مرتاح، وحتى العمال اللي غادي يكونوا معاك غادي يكونوا خدامين مرتاحين. يعني كاين ليسباس، كاين فين تحرك. من الاحسن يكون محل تجاري يكون كبير، ولكن هذه هي القاعده. ولكن كيف ما كنعرفوا اي قاعده عندها استثناءات. راه دي فوا كنلقاو باتيسريات صغار في واحد البلايص اللي هما صغار وخدامين تبارك الله، ولكن القاعده هو ان الباتيسري خاص يكون المحل كبير باش الكليان عنده ليسباس فين غادي يدور، وعندك انت ليسباس فين غتستعرض المنتوجات، وكذلك حتى البلاصه اللي خدامين فيها الناس تكون مرحه ومزيانه باش يخدموا على خاطرهم. وحاجه واحده اخرى مهمه خاصكم تردوا ليها البال في المحل التجاري، هو المحل يكون مهوي التهويه. لان ملي كتدفع الرخصه ديالك وكتخرج اللجنه كيانسيستيو على هذه القضيه. ضروري خاص المحل يكون فيه التهويه. والناس اللي حريفيه في هذا الدومين وكتكون عندهم باتيسري وجوج وثلاثه واربعه، ديما كيختاروا واحد المحلات اللي تقريبا كيكونوا دو فاساد اوبوزي. كتلقى مثلا عنده باب من هذه الجهه وباب من هذه الجهه، داك الباب اللي من لهيه كتكون صغيره وكيكونوا الشراجم. يعني كاينه التهويه، كاين يدخل الهواء. هذه حاجه مهمه في جميع المشاريع اللي كتعلق سواء بالماكله ولا هكا الباتيسريات. ضروري تانسيستيو على هذه القضيه. راه كاينين محلات بهذه المواصفات كتلقى عندهم الشراجم وجايين شوكه ومقادين. المهم نتوما ملي تمشيو اختاروا الموقع يكون مزيان والمحل يكون مهوي مزيان. هذه حاجه ضروريه. وحاجه واحده اخرى مهمه هي من بعد ما تختار محل تجاري ويكونوا فيه جميع هذه المواصفات هذو اللي هضرنا عليهم، ضروري ما تتشاور مع الناس السكان ديال داك البلاصه، الناس ديال المنطقه. غتقول لهم انا ندير باتيسري هنايا، وزعما جميع الظروف راه غادي تكون محترمه، وجميع الشروط زعما ديال السلامه ولا ديال النظافه ولا ديال الصداع غادي نحترموها، باش ما تلقاش من بعد معارضه مع السكان. لان كما كتعرفوا السكان كيكرهوا هذا النوع ديال المشاريع، باتيسري، محلابه، سناك، كاع داك الحوايج اللي فيهم الصداع وفيهم مثلا الريحه، ما كيكونوش كيبغيوهم. يعني باش توفر عليك داك المجهود اللي تقدر تبدا تصلح المحل وتضرب تماره، من الاحسن ما فيها باس غادي تهضر مع داك السكان، مع داك الناس اللي ساكنين فوق منك واللي بجنابك، غتقول لهم اودي انا غندير هذا المشروع. هذه حاجه طبيعيه. المهم باش تعرف راسك معامن. يعني من الاول غيبان لك انت واش داك الناس زعما موافقين ولا ما موافقينش، باش ما تلقاش مشاكل من بعد حتى تصلح وتخسر الفلوس. راه كاين اللي كيبدا في الاصلاح وكيبدا هذا، ومن بعد كيمشي كيلقى معارضه كبيره وكيبقى خاسر داك الفلوس ديال الاصلاحات وبزاف ديال المسائل. يعني هذه حاجه ضروريه خاصكم تركزوا عليها في المحل التجاري، هو السكان يكونوا موافقين على هذاك المشروع ديالك. لان في المخبزه كيكون فيها الصداع، كتبدا بعد المره بكري مع الربعه ديال الصباح وكتسالي مع الطل. يعني كاين شويه ديال الصداع، ما فيها باس تشاور مع السكان. وبالنسبه للماتيريال اللي غادي تحتاج في الباتيسري، كاين فران ديال الخبز، فران ديال الباتيسري، عجانه، شاريوات فين غادي تقاد المنتوجات، ثلاجه كونطوار اللي غادي تستعرض فيها المنتوجات. ومن الاحسن كيكونوا بزاف على حسب المساحه ديال المحل. غيخصك بزاف ديال الثلاجات، بالاضافه الى الثلاجه اللي غتستعرض فيها مثلا الحلويات، وبالاضافه الى كونطوار، وكذلك بعض الحوايج اللي هما ضروريين للخدمه، مثلا ميزان والماتيريال مثلا اللي غادي يخدموا به الناس باش يقادوا داك المنتوجات. وبالنسبه لهذا الماتيريال راه فيهم بزاف ديال لي كاليتي وبزاف ديال لي مارك. يعني حتى الاثمنه ديالهم كيختلفوا. يمكن مثلا تلقى فران مثلا داير 12000 درهم، وتلقى مثلا واحد اخر ماركه واحده اخرى داير حتى ل 30 مليون. يعني على حساب نتايا راس المال اللي عندك، وعلى حساب لي كاليتي ديال هذا الماتيريال هذا. وكاينين كاع الناس اللي كيشريو هذا الشيء مستعمل، كاينين الناس بزاف اللي كيبيعوا هذا الماتيريال ديال باتيسريات مستعمله. المهم على حساب المبلغ اللي عندك. كيف ما قلنا، سواء بغيتي دير مخبزه عاديه راه ممكن تقام عليك من 7 المليون حتى ل 10 المليون. بغيتي دير مخبزه كلاس راه تقدر توصل حتى ل 100 مليون ولا اكثر، على حساب
النوع ديال التجهيزات. ولكن انا كنفضل الا كنتي نتايا باغي دير هذا المشروع هذا وباغي تمشي به بعيد، من الاحسن شري ماتيريال اللي هو جديد باش تبقى مهني واحد المده. الا شريتي ماتيريال قديم تقدر وما كنتيش كتعرف، واخا تكون كتعرف بعد المره راه مثلا داك الماتيريال غيضرب لك مثلا غير واحد العام عامين غيخسر وغيخصك عاوتاني تبدلو. يعني من الاحسن الا انفيستي في الاول في حاجه مزيانه اللي غادي تدوم لك وقت طويل. وبالنسبه للعمال اللي غيكونوا خدامين معاك ضروري على الاقل خاص يكون عندك واحد الخمسه ديال الناس شاف باتيسيي وشي ناس وحدين اخرين اللي كل واحد مكلف بحاجه، بالاضافه ديال واحد البنت ولا جوج اللي غادي يسربيو الكليان، وهادشي كيبقى على حساب الحجم ديال المشروع والحجم ديال المحل. بالاضافه لك انت الا كنتي متفرغ غادي تقابل لاكيس، وهذه حاجه مهمه ضروري خاصك تقابل لاكيس راسك، سيرتو في هذا النوع ديال المشاريع اللي كيكونوا بزاف ديال المنتوجات. يعني ما تامن حتى شي واحد، من الاحسن تكون تاي بيديك واقف على لاكيس. كاينين البنات كيسربيو وكاينين الخدامه لداخل اللي خدامين. وهنا حاجه مهمه ضروري خاصنا نهضروا عليها، وهي هذوك العمال اللي كيخدموا معاك ضروري خاصك تهلا فيهم وتعطيهم الحقوق ديالهم وتوفر لهم الظروف الملائمه اللي يخدموا فيها، لان هذوك هما اللي موقفين لك المشروع في الحقيقه. راه ماشي انت اللي خدام، ماشي انت اللي كتصاوب داك الحلويات، راه هما اللي خدامين. يعني خاصك تعطيهم الحقوق ديالهم. وهنا غنعطيكم واحد المثال ديال واحد الباتيسري كان وقع مشكل العمال مع صاحب المحل، ما عرفش واش على الزياده ديال الصالير ولا على لي كونديسيون ديال الخدمه. واحد الصباح صبحوا ما باغي حتى شي واحد يخدم، ما جالو حتى شي واحد. يعني ها هو المشروع ديالك وقف، ما بقيتي كتدخل حتى شي ريال. يعني من الاول خاصك تكون تقي الله في هذوك العمال وتوفر لهم الامور ديالهم اللي هي قانونيه واللازمه باش يخدموا وتخدم حتى نتايا مزيان. وحاجه واحده اخرى مهمه ضروري خاصكم حتى نتوما ديروها، كيف ما كديروا واحد الباتيسري اللي كنت هضرت معاه على هذا المشروع هذا، واحد السيد واللي الصراحه ما بخلش عليا بالمعلومات، هو انه داير بحال الشكل ديال المدرسه ديال تعليم الحلويات في وسط الباتيسري ديالو. هو عنده تبارك الله واحد المجموعه ديال الباتيسريات وداير واحد الباتيسري وحده منها داير بحال المدرسه. يعني مثلا الناس اللي باغيين يتعلموا داكشي ديال الحلويات كيجيبهم عنده كيعلمهم، و ميم طون هو كيربي واحد العمال مثلا لواحد الوقت. يعني لا ما يمكنش يبقى مثلا واحد الشاف باتيسي خدام معاك حياته كامله، راه يجي واحد الوقت مثلا يا اما ما تبقاش متفاهم معاه، يا اما غيبغي يبدل، غيقول لك غنمشي بحالي. يعني انت باش ما توقفلكش الخدمه وباش ما طيحش مثلا في واحد النهار حتى يجي واحد النهار يقول لك هذاك الشاف ولا هذاك العامل اللي عندك يقول لك راه ما بقيتش باغي نخدم، من الاحسن انك نتايا تكون موجد ناس اخرين اللي ممكن انهم يخدموا معاك في المستقبل. وبالنسبه للشروط باش تفتح باتيسري ما كاينش شي شروط معينه، يكفي انك تاخذ الرخصه ديالك من البلديه وتبدا لاكتيفيتي ديالك بطريقه عاديه. كاينين الناس اللي كيقول لك ضروري خاصك تكون عندك شهاده في هذا المجال، لا ماشي ضروري تكون عندك شهاده، خاص يكون عندك غير الفلوس وتبدا هذا المشروع. راه واخا تكون ما قاريش كاع ويكون عندك الفلوس، ممكن انك دابا تفتح كلينيك وتخدم معاك دمادسه وانت ما قاريش كاع، يكفي انك يكون عندك غير الفلوس وصافي، كيف ما كنقولوا مول الشكاره. يعني ماشي ضروري. بزاف ديال الناس كيهضروا على الشهاده لا في مجموعه ديال المشاريع، مثلا لا دير الحلاقه ولا دير مثلا بحال هكا باتيسير، راه ماشي ضروري. خاص يكون عندك غير الفلوس وتحل حتى كلينيك وتخدم معاك انت بروفيسور طبيب تخدموا معاك في ذاك لا كلينيك. وبالنسبه للناس اللي باغيين يبداو باتيسير وما عندهمش واحد راس المال قليل، راه ممكن تبدا. راه كما قلنا لكم القاعده هو انك دير هادشي كامل اللي هضرنا عليه، ولكن راه كاينين استثناءات. ومن بينهم واحد المثال اللي كنشوفوه انا حدايا في الحي ديالنا، حلت واحد الباتيسري صغيره، المحل صغير قاسمو على جوج، على برا داير واحد الفيترينا ديال الالومنيوم، كونطوار ديال الالومنيوم، والداخل السيد اللي كيصوبوا نوع واحد، كيصوبوا كرواسون فوغي ديال اللوز والكراميل والفاني، صافي ثلاثه ديال الانواع. وتبارك الله ديما كتلقى عليهم الزحام وما كيبقى لهمش داكشي، فيما كتمشي كيقول لك باقي عدد يخرج داكشي مازال ما تصايبش. يعني اللي تحط كيتباع، وتبارك الله خدامين. يعني ماشي ضروري تقول الا كان الحلم ديالك انك دير باتيسري وكيعجبك هذا المجال هذا، راه ممكن تبدا باقل حاجه ممكنه، ممكن تبدا بها وتبقى شويه حتى تكبر المشروع ديالك وتولي انت عندك مجموعه ديال الباتيسريات. المهم هو الايمان ديالك والنيه ديالك نتايا شنو ناوي، وربي غادي ييسر لك الامور. وهذه ضروريه، هذه حاجه ضروريه كنهضروا عليها في جميع المشاريع. ضروري ملي تبغي تبدا شي حاجه توكل على الله وصلي صلاه الاستخاره وتكون النيه ديالك مزيانه وربي غيسهل لك الامور. واخر حاجه غنهضر عليها في هذا المشروع واللي هي ضروريه في النجاح ديال المشروع ديالك، حاولوا ديما تحرصوا على النقاء سيرتو في هذه المشاريع اللي كتعلق بالماكله والسلامه ديال الناس. يعني باش تيفيتي عليك المشاكل ديال ان شي حد توقع له شي حاجه لا قدر الله، حرص على ان داكشي يكون نقي والعمال يكونوا خدامين في واحد لي كونديسيون اللي هي مزيانين. راه مؤخرا كانت خرجت واحد الحمله ولينا كنشوفوا الناس اللي كيهضروا على المشاكل اللي عندهم في الخدمه ديالهم، الحوايج اللي كيديروهم الباترونه ديالهم ماشي قانونيين. وبزاف ديال الناس خدامين في الباتيسريات قال لهم ما عندهمش حتى التهويه وكيخدموا عرقانين والعرق كيهبط على داك العجينه. يعني اتقي الله في داك الناس الا بغيتي ربي يسهل
يسهل عليك، لان هذا الشيء راه غادي توكل به ولادك وعائلتك. يعني حرص على داك الشيء يكون نقي ومزيان، واتقي الله في داك الناس اللي غادي يشريو من عندك، وربي غيسهل لك الامور. كنتمنى لكم التوفيق، وكنتمنى من الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، وان شاء الله كلكم غديروا كاع داك الشيء اللي بغيتوا. نتشوفوا فيديو جديد ان شاء الله.